السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم هاد الطبق البنين بزاف واللي كيشهي وكيفتح النفس. طبق الدجاج بالثوم والحامض والجزر. عندي هنا الدجاجه غادي نقطعها وغادي نحيد داكشي اللي ما كناكلوش بحال الجناحات وصافي. غادي نخلي باقي الدجاجه كامله وغادي نحيد لها الجلده من طبيعه الحال. وهنا من بعد ما قطعتها غادي ندوز باش نحضر التتبيله. غادي نحتاج نصف كاس ديال الليمون الحامض، غادي نضيف عليه 3 ديال الفصوص كبار حتى ل4 ديال الثوم وجوج ديال الملاعق كبار ديال البقدونس. تقدروا تضيفوا الزعتر الا بغيتو، انا غادي نكتفي غير بهذا الشيء. و3 ديال الملاعق كبار ديال زيت الزيتون وملعقه كبيره ديال الزنجبيل، نصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود والملح على حسب الذوق. غادي نخلط هذا الشيء مزيان ومن بعد غادي نضيف عليه الدجاج. غادي نضيف كاع القطع ديال الدجاج من طبيعه الحال. الا بغيتو كتخليوهم واحد الساعه في الثلاجه على ما كيتشرب الدجاج ديك التتبيله مزيان. ما بغيتوش صافي كدوزو نيشان باش تحطوهم في الطاوه ديال الفران وكطيبوهم. غادي نحط هذا الشيء على جنب وغادي نجيب الجزر اللي قطعته وجدته من قبل ونجيب الطاوه اللي غندخل في الفران ندهنها كامله بزيت الزيتون ونوضع طبقه ديال الجزر من التحت. نحاول نوزع الجزر على هاد الطاوه ديال الفران، يعني ندير واحد الطبقه ومن بعد نحط الدجاج على داك الجزر اللي درت من التحت بلا ما نحتاجو نتبلو الجزر حيت التتبيله ديال الدجاج غادي تنزل على الجزر. داكشي اللي بقى لي التتبيله غادي نوضعو فوق الدجاج وغادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون من فوق قطع الدجاج باش يتحمر لي في الفرن. من بعد غادي نغطيها بالورق ديال الفرن ونغطيها بورق الومنيوم باش كيطيب لي الدجاج مزيان وكيجي فتي. فاش كيطيب كنحيد هاد الورق وكنخليه يتحمر حتى كنخرجو من الفرن. الوقت اللي غنخليو الصينيه في الفرن هو ساعه كافيه باش كيطيب مزيان صافي. وغادي نقدم هذا الشيء في صحن تقديم. كيجاكم الشكل شي حاجه كتفتح النفس وبنين صراحه حتى في المذاق وبسيط في التحضير. دغيا كيتحضر وتخليوه في الفرن وتنساوه ساعه. بالاضافه الى اهم حاجه وهو انه صحي. جربوه ما غاديش تندموا، غادي يعجبكم وغادي توليو كديروه دائما ولا كتعتمدوه من الاطباق ديالكم. هكا كنكون وصلت معكم الى نهايه الفيديو. وقبل اكيد غادي ندوق معكم هذا الشيء وهكا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.